اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وصفتنا على الغدا النهارده تكون وصفه كده بسيطه. هنعمل يا حبايبي قرنبيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. معانا واحده قرنبيط بالشكل ده، هنسلقها طبعا. حله على النار هنحط فيها ملح، انا كده مقدار كده معلقه ملح كمان يا حبايبي. يعني معلقه صغيره كده كمون عشان بس القولون. هيغلوا كده ان شاء الله على النار، وهنقطع القرنبيطه بتاعتنا. قطعناها يا حبايبي كده بالشكل ده كده. الميه غلت معانا، هننزل كده قطع من القرنبيط بالشكل ده. نزلنا كده هنسلق كده يا حبايبي ان شاء الله قبل ما نجهز الخلطه بتاعتنا باذن الله. القرنبيط يا حبايبي بتاعنا كده خلاص سلقناه بالشكل ده كده. معانا هنعمل الخلطه بتاعته. الخلطه عباره عن معانا 3 بيضات بالشكل ده كده. ننزل كده معانا يا حبايبي فرمين كده توم وقرن شطه حامي، يعني 4 فصوص توم. هننزل الخلطه الجميله دي كده. ومعانا الدقيق، معانا معلقه ونص من النشا بالشكل ده كده. النشا طبعا بيعمل له قرمشه كده ما شاء الله. معانا كوبايه ونص من الدقيق، يعني كده مش هناخدها كلها لو احتاجنا. معانا الخضره بتاعتنا، خضره مشكله كده مقطعينها بالشكل ده. معانا يا حبايبي البهارات بتاعتنا عباره عن كمون وفلفل اسمر، 7 بهارات، كزبره ناعمه وبابريكا. ومعانا معلقه كركم. الكركم طبعا بيدي لون حلو قوي. ومعانا اللي بعد كده معلقه بيكنج باودر معلقه بيكنج باودر. هنخلط الحاجه دي كلها كده. طبعا هنحتاج ميه. حطينا ميه كده يا حبايبي على الخلطه. هنبدا بقى نقلب الخلطه كلها كده. احتاجت ميه طبعا هنضيف كمان ميه اكيد طبعا هتحتاج معانا، لان الخلطه لسه تقيله معانا. يا حبايبي ناس بتضيف كوبايه لبن، بس احنا بامانه يعني ما جربناش قبل كده. متعودين على الخلطه ده كده، بس ما شاء الله بتبقى جميله. الخلطه كده يا حبايبي خلاص جاهزه. نزلنا كده بالقطع القرنبيط معانا، ومعانا الزيت على النار. هننزل كده الزيت طبعا سخن بالشكل ده. هننزل كده بقطع القرنبيط بالشكل ده كده.
يا حبايبي لو احنا حابين برضو في طريقة تانية كنا بنشتغل بيها قبل كده، بنهرسه كده زي الطعمية، بننزل كده نضربه في الخلاط كله عجينة كده نفس الطعمية بالظبط، وبننزل بيه ونضربه في الخلاط ونهرسه خالص ونشتغل بيه نفسه زي الطعمية بالظبط كده. وده يا حبايبي كان شكل القرنبيط بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين حاجة كده جميلة، بسم الله ما شاء الله. قرنبيط يا حبايبي حاجة كده الله أكبر اللهم بارك، مقرمش وطعمه ما شاء الله. يا ريت ما تنسوناش في الله كل اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.